السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم ارحم موتانا يا رب وموتى الناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا حبيت أبدأ معاكم اليوم من أول، واليوم ده أنا كنت صاحية بدري جدا جدا، ومش أنا الوحيدة اللي كنت صاحية، كان جوزي برضه معايا صاحي. معرفش ايه المشكلة في النوم، ليه ما بيكونش منتظم وكده، معرفش. آه عكس لما بكون مثلا في زيارة عند ماما بنام نوم، يعني بنام عادي، النوم بيبقى متظبط قوي. وانا في شقتي عايزة اقول لكم ان النوم ما بيكونش متظبط خالص، مش عارفة ليه ولا ايه السبب. اللي يعرف ليه وايه السبب يا ريت يقول لي، يعني دي اضطرابات نوم ولا اكتئاب ولا ايه بالظبط. المهم يا اخواتي، كنت في اليوم ده صاحية انا وجوزي، مش جايلنا نوم. تمام. قلت بقى ايه، بقى لي فترة كنت عند ماما ولسه راجعة، خليني كده اشوف الدنيا دي واظبط، لان كل يوم بقول انا هعمل النهارده مثلا هعمل حاجة واخلص منها، وبكرة والاقي نفسي كسلت. قلت بس ما بدهاش، يلا قومي كده وتنشطي وظبطي الدنيا. وطبعا انا كان عندي شوية غسيل ما كنتش غسلت، وعايزة اقول لكم انا لعبت في الغسالة. مش عارفة في ايه، يعني عملت نفس يعني بتاعة صيانة ولا ايه. خليت كل حتة في مكان، ويا ريتني ما عملت كده الصراحة، يعني مش تخصصي ولا شغلانتي. بس صراحة العصارة طلعت بلاوي، والسوستة كانت فلتة منها، فما كنتش عارفة اغسل خالص اعصر الهدوم، لان السوستة بتاعت العصارة دي فلتة. حاولت ان انا اعملها لكن معرفتش، بس نضفتها يعني تنظيفة حلوة من جوه. تمام. قلت بقى، كنا جوعنا الصراحة جدا جدا أنا وجوزي. فقلت خليني كده أدخل أعمل له أحلى فطار. تمام، نفطر مع بعض كده. وعلى فكرة كان لسه الدنيا النهار ما كانش لسه طلع أصلا. فقلت كده هعمل فطار زي ما شفتوا، بقلي بطاطس على فلفل ألوان اللي هو الأحمر ده، بيبقى جميل جدا. أنا الصراحة بحب الأكلة دي، بتبقى مفيدة جدا. يعني لو هتعمليها لأولادك، هتعمليها تاكليها انتي وجوزك بألف هنا، بتبقى الصراحة جميلة جدا. كان عندي في التلاجة لانشون طلعته، وحوالي بيضتين. فقلت له بص، انا هعمل لك، هتشقلب لك كده، هعمل لك احلى فطار. وكان عندي العيش بقى، كان هو جايبه من الفرن، كان موجود عندي بقالي 3 ايام، وكنت حاطاه في التلاجة. فقلت بس بقى الله المستعان كده، ادخل كده واعمل لك احلى فطار. وفعلا دخلت. وبصوا، انا من الناس او من البنات والستات اللي مفيش حاجة بتقف عندي. يعني أنا ممكن بحاجات بسيطة كده أفتكس أحلى فطار وأحلى غدا، بصوا من لا شيء فجأة تلاقي السفرة كده. يعني أنا جوزي الصراحة بيبقى فخور بيا جدا، سواء في البيت هنا أو عند حماتي، يعني مامته، في أي مكان. يعني بفتكس أي حاجة ممكن تتخيلوها يعني. طلعت كده بطاطساية كبيرة حلوة كده، وقلت احمرها. انا مبحبش البطاطس تبقى متحمرة قوي، قلت بس يعني خليها كده تاخد لون. انا عندي جوزي بيحبها مقرمشة، بس قلت يعني خليها معايا كده تاخد لون، وبعد كده هرفعها من على النار على طول. عايزة اقول لكم ان اليوم اللي فعلا حرفيا ما بيكونش فيه صلاة، وما بيكونش فيه قرآن، وما بيكونش فيه ذكر، فعلا بتبقى العيشة زي ما اتقال كده في كتاب ربنا، يعني ضنكة، بمعنى كلمة ضنكة يعني. آم، بتبقي حاسة بحزن كده وحاسة بمشاعر كتير غريبة، يعني قد تكون مش مفهومة. بس عايزة أقولك إن الطاقة السلبية مش حلوة. قومي كده، افتحي شبابيك بيتك، افتحي لو في بلكونة، افتحي البلكونة، هوي، شغلي قرآن الكريم في البيت. لو حاسة بزهق وكده، ما تخليش الطاقة السلبية، خصوصا بقى لو البيت في أولاد، حاولي تكون فيه كده في البيت طاقة إيجابية. يعني يكون فيه طاقة إيجابية، ويبقى فيه كده حب ودفى وحنين وكل حاجة. وقومي اتنشطي، شوفي وراكي ايه، ما تكسليش. والله العظيم الشغل
آم، بيخلص على طول. عايزة اقول لكم المطبخ اصلا تعب لي نفسيتي، يعني ان شاء الله هنجدده مع بعض وهنغير حاجات كده فيه بإذن الله الفترة اللي جاية. آم، زي ما شفتوا كده قطعت الخيار حلقات كده، وجبت طماطمايه وبيضتين، والله بيضتين عملوا احلى طبق تاكليه كده بالخضار، مفيد ومغذي وزي العسل، وما شاء الله بيعمل معاك كمية. يعني بيضتين دول بالنسبة لي ما يشبعوش حد. ما كنتش لسه روحت السوق، ما كانش عندي يعني حاجات كتير في التلاجة وكده، بس الحمد لله بنتصرف على قد ما نقدر. عايزة اقول لكم الجبنة دي هي جبنة اسطنبولي، هي يعني بص واخدة ميكس كده مشطشطة شوية، بس صراحة كان طعمها حلو. ده العيش اللي انا بقولكوا عليه، صراحة ده اكتر عيش عجبني يعني. كذا مرة كنت اجيب عيش من الفرن ما كانش بيعجبني، بس العيش ده حلو جدا كده وخفيف، وتحسه كده رقيق او جميل يعني. فالمهم انتوا شايفين ايه اللي بيحصل في الفيديو. خليني اقول لكم ان والله العظيم ما في بيت خالي، كل البيوت فيها، كل البيوت مليانة. يعني الحمد لله يعني، ربنا ستر البيوت. يعني كل واحد في بيته ومش عارف غيره عايش في ايه. ممكن واحدة تشوفني انا شخصيا تحسني مبسوطة وسعيدة، بس انت ما تعرفيش مثلا ان انا ممكن اكون مطفية من جوايا، ممكن اكون في حاجة في حياتي مؤثرة عليا، في حاجة مخلياني مش احسن حاجة. بس الواحد بيقول الحمد لله، الحمد لله دائما وابدا وابدا، الحمد لله في السراء وفي الضراء، الحمد لله على كل حال. هنا بس كنت قاعدة انا وجوزي، وطبعا عملت له جو حلو جدا ودخلنا البلكونة. كنا بنفطر الصراحة يعني. احساس حلو كده، احساس جميل فعلا. بصوا بقى الغسالة دي عندي والله العظيم اتبهدلت جدا، وانا اقول لكم انا من النوع اللي ما بحافظش قوي على الحاجة، بس هي ماشية حال الواحد لما الواحد ربنا يكرمه كده ويبقى يجيب غسالة اوتوماتيك، او غسالة تكون يعني ايه حلوة شوية. فقلت الله المستعان، خلاص جوزي كان نزل، ربنا يا رب يسلك طريقه ويرزقه ويرزق أزواجكم يا رب، ويدوم عليكم دايما الصحة والستر والنعمة وكل حاجة حلوة. فقلت بس بقى ما بدهاش كده اشوف عندي ايه. وهو برضو كان فيه هدوم شغله والهدوم بتاعته اللي هي العادية دي. قلت بس بقى قومي اغسلي على كام ملاية، قومي اغسلي كده وظبط الدنيا. وفعلا قمت غسلت. حطيت الذرة دي في الغسالة. زي ما قلت لكم القرآن في البيت من الحاجات اللي بجد حلوة جدا. زي ما انتم شايفين شغلت القرآن الكريم وقلت خليه كده، لأن فعلا فعلا يعني ما كنتش أحسن حاجة، بس الحمد لله الواحد بيحاول. احنا بنحاول عشان خاطر ولادنا، بنحاول عشان خاطر نفسنا، بنحاول عشان خاطر أزواجنا، بنحاول عشان خاطر كل حد في حياتنا. ما ينفعش نقصر في بيتنا، ما ينفعش نقصر في اي حاجة. وخصوصا الست المتجوزة بتبقى ست مسؤولة، يعني مش في بيت امها بقى متكفلة مثلا هتعمل مش هتعمل. لا، انا عايزة اقول لكم انا في بيت ماما انا كنت متدلعة جدا، ربنا يبارك في عمرها ويبدل أحزانها لفرح وحزن، ويدوم عليها الستر والنعمة، وربنا يكرمها ويرزقها أحلى أم في الدنيا. ربنا يخلي أمهاتكم اللي مامته متوفية، ربنا يرحمها يا رب. عايزة أقول لكم إن أنا فعلا حرفيا كنت متدلعة جدا جدا جدا، مبعملش حاجة. بس الواحدة وهي متجوزة بقى لا، في مسؤولية، في بيت، في زوج، في أطفال، في انتي لو ما عملتيش الحاجة محدش هيعملها غيرك. عايزة اقول لكم ان الطقم ده ماما كانت جايبهولي عزيز عليا جدا، ووقع الطبق ده اتكسر، وقلت والله ما هرميه، والله ما هرميه زي ما هو كده. عايزة اقول لكم ان بجد يعني حاجات كتير كده بتتكسر في بيتي. الحمد لله انا من زمان يعني من حوالي
5 سنين كنت موجودة على اليوتيوب وكده، بس يعني اللي بيته بيكون يعني عرضة شوية أو محدش يعرف زي ما قلتلكوا البيوت فيها ايه. وطبعا لو احنا هنطلع بالفيديو أو هنطلع للناس لازم هتطلعي بطاقة إيجابية، مش هتطلعي بطاقة سلبية، عشان خاطر احنا مش هنطلع مثلا في حاجة سلبية ونديها للناس. فالله المستعان. يعني عايزة اقول لكم حاجات كتير جدا بتتكسر. حياتي حصل فيها حاجات كتير جدا، بحاول ان انا ارجع معاكم تاني، ارجع لتصويري، ارجع لشغلي. وطبعا مش هرجع لاي حاجة من غيركم بعد ربنا. فاتمنى بجد تشجعوني كده باللايك ودعوة حلوة من قلبكم لاختكم، والله العظيم يعني هتجبروا خاطري قوي بعد ربنا. فبتمنى كل حد بيشوف الفيديو لايك للفيديو، ولايك لايك والمشاهدة على الفيديو دي اكيد اكيد هتشجعني تاني ان ارجع معاكم زي الاول واقوى. بجد نفسي اعمل حاجات كتير جدا، نفسي اغير يعني اغير حاجات كتير، واي حاجة اغيرها في بيتي او ديكور او فكرة او اي حاجة اعملها معاكم، ونبقى نشارك مع بعض كل حاجة. احنا كلنا اخوات وكلنا محدش اتولد كده، كلنا بنتعلم مع بعض. ربنا يدوم عليكم الستر والصحة. وعايزة اقول لكم برضو ان زي ما قلت لكم مفيش حد خالي. البيوت فيها مشاكل، والبيوت فيها كل حاجة. حاولي تحافظي على بيتك وتحافظي على جوزك وتحافظي على أولادك، وتقفلي بابك عليكي، وبلاش حياتك تبقى عرضة. بلاش تتكلمي مع يعني حياتك تخليها مع صاحبة. أنا عايشة ازاي، أنا باكل ايه، أنا بشرب ايه، لا كل حاجة. يعني خلي أسرارك لبيتك، خلي أسرارك لنفسك. احكي مثلا لأقرب حد ليكي، والدتك لو هي عايشة. احكي لحد مش كاره النعمة اللي ربنا، أو حاقد على نعمة ربنا يعني عايزة أقول لكم الحمد لله الحمد لله. آم، حافظي على بيتك. طبعا أنا مش معنى كده إن أنا بقول لكم إن أنا مثلا في حاجة في بيتي الكلام ده، لأ الحمد لله. بس أنا بنصح أي بنت إن هي تحافظ على بيتها، وتبقى كده دايما في البيت طاقة إيجابية، وما تفكريش في حاجة، ما تفكريش في بكرة، ما تشيليش هم. أنا عارفة إن يمكن يكون في كده بيجي علينا وقت بنبقى فعلا في حالة اكتئاب كده ونفسيتنا مش أحسن حاجة، بس معلش كله بيعدي، كله بيعدي. وفي حاجة ممكن تبقى حصلت من سنة تيجي بعد السنة اللي بعدها في نفس اليوم في نفس الوقت تلاقي نفسك بتعيطي من غير سبب. معرفش ده صح ولا لأ، بس الحدث ده بيبقى مرتبط بنفس اليوم في نفس السنة ونفس التوقيت. فدي مشاعر عادية جدا، ولو ركزتي فيها مش هتعرفي تفهميها. حاولي كده يكون فيكي طاقة إيجابية. حافظي على الصلاة، الصلاة ما بياخدش مننا وقت يا جماعة. ممكن حاجات كتير جدا واقفة في حياتنا بالصلاة نلاقي كل حاجة سهلة وكل حاجة جميلة وكل حاجة كويسة. فيا ريت نحافظ على الصلاة. طبعا انا بتكلم معاكم وبدردش معاكم، بس هو اوريدي الفيديو شغال وانتوا شايفين كل حاجة فيه. انا ظروف المطبخ كلها محتاجة تظبيط، عايزة تتظبط، بس زي ما انا قلت لكم ان النفسية محتاجة كده ان انا اغير. يعني انا عايزة ان شاء الله كده ربنا الله المستعان اغير كده كام حاجة في المطبخ. يعني التغيير برضو حلو. ما شاء الله دول 2 كيلو لحمة كانوا عندي في الفريزر، طلعت منهم الكيس كيس فك، والكيس التاني شلته تاني في الفريزر. دي لحمة من العيد، تمام، كان جوزي جابها لي وكده. فقلت بقى ايه، جوزي طبعا راح الشغل وكده، وانا شفت ورايا ايه زي ما شفت، وغسلت ونشرت. كانت الشمس طلعت عليا كده وانا كنت بنشر. طبعا شفت بقى ايه اللي في البيت محتاج يتعمل وعملته وخلصته. وهنا كانت اللحظة بقى اللي انا ايه بطلع بقى عشان اعمل الغدا، وعارفة ان هو هيجي بقى تعبان من الشغل وكده. فقلت بقى بس يعني الله المستعان، خليني كده
اعمل اكله حلوه كده. فطلعت والله قلت هعمل، انا عارفه الجلد اللي في اللحمه دي بتبقى لازق فيها حاجات كده مش عايزه تطلع خالص يعني. بحاول يعني غسلتها كويس جدا، بس اللحمه ما بتغسلش، بس يعني انا مكان الجزار وكده ومكان لازم اغسلها. طبعا الاكله اللي بتنزل في قلبي يعني في اعماق قلبي والله العظيم هي الفته. فكنت حابه اعملها جدا. هي الفته دي انا مش يعني مش بعملها في العيد الأضحى بس، يعني أنا هي أكلة مفضلة بالنسبة لي. هنا بقى كنت بشوح اللحمة. تمام، بحب كده ان انا اديها اللون القمر ده، بس لازم الزيت او السمنة اللي حطيتيها يكون يعني زيت سخن. هي هنا في الخطوة دي بتتكرمل وبتدي لون حلو. كان قاعد يطرطش بقى عشان ايدي كان فيها مية، وفي نفس الوقت بتدي لون حلو يعني للحمة. تمام، انا بحب الطريقة دي. وللأمانة ما بعملهاش للحمة بس، لا أنا بعملها كمان للفراخ، بتبقى جميلة جدا. عايزة أقول لكم بصوا الشوربة بتتكلم عن نفسها يعني زي العسل. آه قلت بقى أسيبها مع نفسها كده كده تقريبا. حتة اللحمة دي من الفخدة فبتكون خشنة شوية، فبتاخد وقت عن الحتة الملبسة. أنا بحب الموزة، بحب الحتة الملبسة. وهنا خلاص بقى اللحمة كانت استوت وخلاص، كنت مخلصة يعني وانا واقفة كده في المطبخ برضو ايديا فيه. ما شاء الله اهي كنت خلصت كل حاجة، الصلصة والعيش وادي الشوربة القمر، وكان فيه برضو بقيت عيش تاني بس سبته لعشاء او وجبة تانية. وطبعا اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. كنتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.